أهلا بيكم في حلقة جديدة عن العلاقات. كنت بقرأ كتاب اسمه Why Men Love Beaches عن علاقة الراجل والست، وليه الراجل بيحب الشخصية القادرة اللي احنا بنشوفها جبروت، وفي نفس الوقت ليه البنت اللطيفة الطيبة اللي بتراعي الكل هي اللي بتاخد على دماغها في الآخر. الكتاب عن العلاقة بين الست والراجل، بس تعالوا ناخد نقطة معينة ونشوفها في تعاملاتنا كل يوم في حياتنا. أول فكرة كانت في الكتاب هي فكرة العطاء، إنك تبقى بتدي اللي قدامك أكتر من حقه لحد ما يشوفه حقه، ولما تتعب في النص وتديله يده بحقه أو حتى زيادة حاجة بسيطة بس أقل من اللي متعود عليه منك، يبقى أنت مقصر. الكاتبة بدأت كلامها بمثال عن واحدة عزمت واحد لأول مرة عندها على العشاء. البنت اللطيفة طبخت كل حاجة ممكن تتعمل، وجهزت بقى ولبست أحلى حاجة عندها وتشيكت وعملت كل اللي تتمناه. الشخص ده انبهر وزي الفل وشكرها. المرة اللي بعدها بدل ما عزمها برا كلمها وطلب منها الأصناف اللي هو عاوز ياكلها المرة دي. على الصعيد التاني بقى واحدة تانية خالص اللي هي بقى البنت القادرة عملت شوية فشار وجابت كيسين شيبسي على علبتين عصير على شوية لب وشغلت فيلم يتفرجوا عليه. اتبسطوا والحياة لطيفة. جت في تاني مرة عزمها برا، بعدها بكام شهر لما عزمته تاني عملت مكرونة وحمرت شوية فراخ وشكرا على كده. الراجل انبهر جدا انها تعبت نفسها وطبخت له مخصوص، وبدأ يحس انها بذلت مجهود خرافي عشان خاطره بالتحديد، وحس انه اكيد حد مميز عندها ولازم يقدر لها ده، مع ان الشخصية الاولى عملت اضعاف. بس شفتوا السؤال هنا بقى، لو عندنا مقياس من 1 ل10، ليه 10 اللي البنت اللطيفة قدمتها في الاول ما كانش ليها نفس تأثير 3 اللي البنت القادرة قدمتها قدام؟ ال3 حاجات دول مهمين جدا، ركزوا معايا. الواحد في اول علاقته بالناس لما يدلق عليهم قوي ويهتم بيهم اهتمام مبالغ فيه بيبان انه عادي، مش مميز، يعني عادي، شخص عادي بقى. اهتمام اوفر فبيبان ان هو شخص عادي قوي. الرغبة الزيادة في ارضاء الاخرين بتتشاف على ان الشخص ده بيحاول يستر عيب معين فيه، بيوصل للرسالة انه مش كفاية وانه لازم يبذل مجهود عشان يعجب. ودي حاجة يعني طيب ما علينا. الرغبة المبالغ فيها في ارضاء الاخرين علامة على الافراط في التعويض عن عيوب شخصية. الجملة دي مذكورة في الكتاب بالنص كده، فانتوا ايه رأيكم؟ تاني حاجة، الناس والرجالة خاصة يعني ما بتعرفش تقدر حاجة جات لها بالسهل او ما تعبتش فيها، بالعكس مع الوقت بيشوفها حق مكتسب وبيحسوا بقى بالغضب بقى لما يتحرموا منها. الكاتبة هنا بتقول ان البنت اللطيفة قدمت اعلى قدراتها في الاول وجابت اخرها في العطاء، فده بقى الطبيعي والمتوقع منها في كل مرة او كل وقت. ولو في يوم قدمت العادي هيبان انها مقصرة. فهي بتنصح البنات بانهم ما يدوش العلاقة من اعلى درجة، ما يبدأوش العلاقة من اعلى درجة عشان هتطربق فوق دماغهم ان شاء الله بجد. عشان كده البنت التانية لما مشيت سلم العطاء من تحت لفوق بان الفرق، واللي قدمته حست ساعتها انها بذلت مجهود. اوكي، نفس التصرف بس الفرق يعني. تالت حاجة، ابو بلاش كتر منه. الناس يا جماعة عامة بيتعاملوا مع بعض على انهم الارنب بتاع البطاريات. هنفضل ننور لحد امتى؟ هيجيبوا اخرنا ازاي؟ طول ما انت مدي للشخص اللي قدامك الامان انك ما تقدرش تستغنى عنه هيجي عليك وهو مطمن.
في جملة في الكتاب حلو قوي بتقول: لو الشخص اللي بتعامله عارف انك هتتشقلب عشان ترضيه، اول تصرف منه هو ان يشوف اخرك ايه. هي دي الطبيعة البشرية للأسف، يعني احنا عايشين في غابة بجد والله، بكلمكم بأمانة يعني. فالعامل المشترك هنا في الثلاث حاجات دول ان الواحد محتاج يحترم نفسه، بجد بجيبها لكم من الاخر برضو، يحترم نفسه ويحبها ويقدرها. احترم نفسك بانك تستغنى عن العلاقات اللي بتأذيها مهما كانت اهميتها بقى. احترمها بانك تعرف قدر نفسك الحقيقي، لان محدش هيقدرك طول ما انت مش مقدر نفسك. احترمها بانك ما تكونش الطرف اللي دايما بيحرق نفسه، عشان في ناس كده لو ولعت لهم صوابعك 10 شمع ما عادي ولا الهوا بقى. احترمها بانك تعرف ان العطاء بيكون امتى ومع مين وازاي. احترمها بانك تصدق انك تستاهل تتحب بدون اي رسوم بقى، بدون اي تصرفات معينة او مميزة، تتحب زي ما انت كده بدون تغيير. ولو عايز تغير حاجة في نفسك تغيرها عشانك وبس. اللي معرفتوش تتكلموا فيه قبل الجواز هينفجر بعده. قبل ما تفكروا وتقولوا هنكمل حياتنا مع بعض، اسألوا نفسكم احنا اصلا فاهمين يعني ايه جواز؟ الجواز يا جماعة مش مجرد فرح وصورة جميلة وبيبي لذيذ بيضحك في وشنا، لأ، الجواز حياة كاملة، فيها وجع، فيها اختيارات صعبة، فيها ضغوطات ومسؤوليات وعيلة وليلة طويلة جدا. قبل ما تتجوزوا اتناقشوا في التوقعات الحقيقية، يعني ايه زوج، يعني ايه زوجة عند كل واحد فيكم. هل شايف ان شغلك اهم من بيتك؟ هل شايفة ان مسؤولية الاطفال كلها عليكي لوحدك؟ اتكلموا في الحاجات دي، اتناقشوا، اتكلموا، عشان الصمت اللي قبل الجواز بيتحول لقنابل بعد الجواز. يعني دلوقتي لو رحت اي محكمة الطلاق بقى يعني اكتر من الجواز اصلا. يا جماعة بجد يعني لازم تتكلموا في كل حاجة، اتناقشوا في الفلوس، المصاريف، الديون، الاقساط، طريقة الصرف. هل شايفة ان الكرم او التوفير ليه معنى مختلف عند كل واحد فيكم؟ صدقين الفلوس بتوقع بيوت اسرع من الخيانة بجد. اتناقشوا في الدين والمعتقدات، ازاي بتشوفوا علاقتكم بربنا، ازاي هتربوا ولادكم على القيم، ولو حصل خلاف هتتحكموا ازاي في اعصابكم، او ايه هيكون ردة فعل كل واحد فيكم. هل انت حاسة بالامان من ردة فعله وقت الغضب؟ يعني هل انت مطمنة وحاسة بالامان معاه؟ اسألي نفسك الحتة دي. اتناقشوا في المسؤوليات، مين هيطبخ، مين هيصرف، مين هيغسل المواعين، ابسط الحاجات. اتناقشوا في كل حاجة، ابسطها يا بنات بجد. التفاصيل الصغيرة دي هي اللي بتولع البيت على فكرة، وبتعمل مشاكل كبيرة انتوا في غنى عنها. اتناقشوا في كل حاجة، الذكريات اللي مأثرة عليكم لحد النهاردة، المخاوف اللي مستخبية، العيوب اللي عارفين انها مش هتتغير. ما تضحكوش على نفسكم. لو في شريك حياتك عيب وانت عارفة ان هو مش هيتغير، ما توهميش نفسك ان هو ممكن يتغير مع الوقت. يا ترضي بالعيب اللي عنده ده يا تسيبيه، لكن ما تقعديش تقولي بقى فكرة هغيره، مش عارفة ايه. انت جاي توهمي نفسك، وفي الاخر الجوازة تبقى فاشلة وبعد كده تطلقي والليلة طويلة. نصيحة اهو قبل الصدمة. نرجع تاني، والعيوب اللي محتاجة شغل اشتغلوا عليها. يعني في عيوب نقدر نتقبلها ونقدر نغيرها، صح ان شاء الله. وفي عيوب ما نقدرش نستحملها وما نقدرش نتغيرها. اول حاجة يا جماعة لازم نقتنع ان محدش فينا كامل، كلنا فينا عيوب، بس في عيوب في ناس نقدر نستحملها وعيوب لا.
حاولي تتخانقي معاه قبل الجواز في اي حاجة، شوفي هيتصرف ازاي، شوفي ردة فعله هتكون عاملة ازاي. افتحوا مواضيع صعبة كده، تمام، قبل ما تبقوا محبوسين جوا بيت واحد مليان بقى سكوت ووجع وكده. عشان الجواز اللي بيعيش، مش اللي قايم على انا بحبك بس، لأ، الجواز اللي بيعيش المبني على وعي ووضوح وتفاهم حقيقي وناس متربية، تمام. بس الحب لوحده عمره ما كان كفاية. ياما ناس اتجوزت على الحب وقتلوا الناس اللي بيحبوهم، او طلقوا الناس اللي بيحبوهم، او كانت جوازة فاشلة، تمام. فالحب لوحده عمره ما كان كفاية، صدمة مش كده؟ لازم يكون شخص واعي قد المسؤولية، تحسي جنبه بالأمان، تكوني فاصلة دماغك كده، انت عارفة ان هو هيتصرف، عارفة ان هو هيعمل الحاجة الفلانية، عارفة ان هو مش هيسيبك تقعي، عارفة ان انتي لو وقعتي هتلاقي حد في ظهرك سندك، جبل كده. ما اختاروا صح يا بنات. في جملة انا مقتنعة بيها جدا بتقول: الحب من غير وعي قنبلة، والوعي من غير حب حياة باردة وفاضية. لكن لو جمعنا الحب مع الوعي مع التفاهم هتكون حياة تستاهل تتعاش. رزقنا الله وإياكم زوجا صالحا حنين في كل الصفات اللي ممكن أي حد يتمناه في الدنيا، اللي عارف قيمة نفسه مش بيتفاوض، والأبواب المواربة مش بتناسبه. ما تسيبوش حد يحطكوا في جري اريا يا جماعة. اللي عارف قيمتك مش هيسيبك متحيرة ولا بين البنين، ولا يخلي الباب موارب كأنه مستني يشوف هتفضلي ولا هتمشي. اللي بيقدرك بيختارك من غير تفكير. دايما على فكرة مقتنعة بجملة: الرجالة لما بتحب ما بتقدرش تستغنى عن، يعني ما بيقدرش يستغنى عن حبيبته. فلو حد سابك في يوم من الأيام اعرف ان هو ما كانش بيحبك، كان بيشتغلك يعني. واللي بيخاف يخسرنا عمره ما هيجرب يبعد. انا بكره يا جماعة الرقص على السلالم بجد. حياتي وحياتكم ما ينفعش تكون علاقة فيها ايا كان بقى ايه، صحاب شغل او حبايب، تبقى رمادي يا ابيض يا اسود، ما فيهاش الوان تانية. بحب الناس الواضحة من جوه ومن بره، عشان الناس الواضحة من جوه اسلك. نرجع تاني، اللي مش بنحتاج نفكر ايه هتكون ردود افعالهم، بنكون مطمنين، مش بيخلونا ندخل في متاهة من الأسئلة والحيرة ونلف حوالين نفسنا. اوكي، بيدونا راحة، امان، رضا، انك تكون واضح مع الناس اللي حواليك في شعورك واحساسك ومكانتهم عندك، ده اهم حاجة. واللي ما يحسسكوش انهم عايزينكوا او تحسوا انكوا مش عارفين هل الشخص اللي قدامكوا ده بيحبكوا ولا لأ، ودايما حاطينكوا في وضع حيرة وتوهة، فياريت ترزعوا الباب برجليكوا وتقفلوا في وش اي حد مش عارف قيمتكوا، تمام. في النهاية يا جماعة، ساعات الإنسان بيقع في حب شريك حياته من جديد لما يشوفه في نسخ كتير من نفسه، فيحبه مرة وهو حبيب، ومرة وهو أب ويعجب بيه وهو شخص ناجح في شغله، ومرة وهو ابن محسن لأهله وكده يعني. كل حب من دول مختلف عن التاني، طعم جديد. ومن الحاجات اللي اتعلمتها في الدنيا آخر كام سنة إن أعرف أشوف الناس بعين أوسع من علاقاتي بيهم، من المواقف اللي بينا، من الكلمة السخيفة ساعة الغضب. فحب بعقل وأكون متسامحة أكتر وما فرطش في المعدن الطيب. بس يلا مع السلامة، واتمنى لكم حياة سعيدة، واتمنى لكم زوج غني طيب حنين ابغى يعني ملياردير كمان شخص يكون حنين في كلامه، غني بالمحبة، غني بالرضا،
غني بالود، غني بالتصرفات، غني بالقرب، فاهميني؟